ايه اكتر مبرر غبي الناس بقت بتتقبله عادي او بتقبله عادي؟ في حد بنسبة كبيرة ولد كاتب هرمونات. سعيد الحظ يرفع ايده معانا. موجود؟ حابب يشارك يقول لنا ايوه انا وبقول ايه وايه قصدي ايه؟ او بنت، يعني ممكن لو بنت مش مشكلة. مين معترض على الكلام ده؟ اكيد البنات معترضة. هرمونات نازلة مع الاوردر، احنا مالنا؟ احنا مالنا الهرمونات نازلة زي البطاطس كده، احنا ما اخترناش. على فكرة احنا الرجالة كمان عندنا هرمونات بس ما بيبانش علينا. فيها بنت انتوا في ايه؟ نتكلم كويس في ايه؟ لا بيبان. ده انا شفت انياب في الضلمه زي القطط، العين نورت في وحدوا الله. بيبان ازاي يا بنات علينا؟ واحده من غير ما نصوصو. بيبان علينا ازاي كرجاله؟ قفش على الفاضي اسم الله. لا انتوا اللي قفشكوا على المليان قوي. كنت فين؟ مكان الموبايل فاصل. يلا نتكلم فيزياء، يلا نتكلم الكترونيا. هذا الجهاز اعزائي وهو المحمول فيه من المؤاخذه بطاريه لازم نشحنها كل شويه عشان بتخلص، لانها لو ابديه تبقى معجزه وديانه جديده نتبعها. فصلت واحنا على الطريق جايين من سيوه الذي هو طريق بدون خدمات فيهوش غير انسان. بس يا بنتي بتكلم، بس يا ماما اهدي شويه. عايزه ايه؟ قولي. هو الجنب ده فيه مشكله صح؟ ثواني حضرتك، ثواني وحيد الله. اتفضلي يا فندم. ايه؟ ياخد معاه الشاحن؟ عادي لو نسي ولا هو انتوا ليه كل حاجاتكم فيها مصاريف برضو؟ هو لازم نتكلف مصاريف وخلاص؟ واحده ما بيحصلش يا جماعه. بالعقل. هو اصلا مش عند. على فكره انا بالنسبه لي انا مضاد للرجل والمراه، عشان بس نبقى واضحين يا رجاله، عشان الرجاله بس اللي هزيد اللي هو ولا اديها يعني يحط على النسوان. لا خالص، انا ضد الانسان عموما كفكره، وانا اعلنتها مئات المرات والله. اعلنتها مئات المرات. انا كان طموحي اطلع فرخه مش ديك. انا متقبل يبقى في ديك في حياتي يطلع عادي، متقبل وموافق جدا. ابقى فرخه وهتذبح هتسلق هتشوي بتاع، ما عنديش مشكله خالص. فانا ضد الانسان كفكره، وده من الاسئله الوجوديه اللي عندي. ليه البتاع ده؟ وانا ليه معاهم لابس زيهم مبسوط كده ليه؟ فنتكلم بهدوء. مش بيحصل يا جماعه يا بنات واولاد ان احنا بننسى احيانا ولا لا؟ بننسى صح؟ لا ما بننساش. حضرتك نصف اله فالكلام مش ليكي يعني. انا بتكلم على البشر اللي هم بيعملوا حمام وبيجي لهم اسهال يعني في ناس مقرفه قاعده، انا واحد منهم. انا بتكلم مع الناس دي. عندنا قصور، عندنا مشكله. الموبايل بيفصل، الموبايل ممكن يقع. بلاش الموبايل فصل، هتقول لي هات موبايل جديد برضه. انا جاي على الطريق دلوقتي وبفتح باب العربيه البتاع على رجلي الموبايل مش حصل حاجه، وقع على الاسفلت القاسي. اسفلت ده خشن وجاف جدا، جاب شاشه. لا اسمع الحجه بقى، اسمع ايه؟ اسمع يعمل ايه؟ جاب شاشه معهوش وسيله. عفوا كده بحور. ايه ما بيحصلش ان انت وانت نازله من العربيه الموبايل بقى على جيبك فيقع؟ حضرتك بتركبي موتوسيكل؟ ما بيحصلش يا جماعه، ما بيحصلش ان الموبايل يتسرق يا باشا. تثبت. هيقول لك يروح يلعب MMA يتمرن عشان لما يحصل موقف ده. ما ينفعش يا جماعه راجل او ست يفضل طول الوقت. ده احنا لسه في اول سؤال يا لهوي. ما ينفعش راجل او ست يبقى طول الوقت لا انت مقصر. ما ينفعش. بيحصل ظروف، بيحصل حاجات. وانت ما ينفعش تبقي الشخص اللي لما بحكي له ببقى خايف من رد الفعل. احنا كرجاله بنكذب. بنكذب لان انتوا بتكرهوا الحقيقه. انا اتخنت. انت سالتي السؤال ده عشان البنطلون ما دخلش فيكي. انت قاعده بقالك ساعه ونص جوه خايفه تطلعي لان البنطلون اللي بتحبيه مش راضي يخش في رجلي. اعمل ايه؟
حصل ان انت اتخنتي، جايه بتطلبي مني اكدب لك يعني الله، هو بس المطلوب مننا طول الوقت ان احنا نكذب كده؟ فلا، ما بنقولش ان انت اتخنتي. ما عندناش الشجاعه، ما عندناش عندنا من التهزيء وقله القيمه وقله الكرامه ان احنا نبص له ونقول لك لا يا حبيبتي ده انت خاسه، عشان ما بتقبلوش الحقيقه. احنا بنقول اعمارنا عادي. لا، انا مش هقول عمري، وانا صغير هكبر وانا كبير هصغر، والعكس يعني، ما علينا. مش موضوعنا. وفي واد قبيح ورا بسطني. انتوا بتخافوا من الحقيقه. احنا بالنسبه لنا مالك يا اتكرشت كده ليه؟ عادي، مسير اخس، هشترك في الجيم ومش هروح، بس محاوله. احنا بنكذب في الحاجات دي. لازم يبقى، ما ينفعش طول الوقت نبقى خايفين نقول لكم على اللي جوانا. مش انتوا بتحبوا تقولوا اللي جواكم؟ ده انتوا بترغوا بالاربع ايام عمل. هو يبقى بيسقط قدامك مش قادر وفي شغل الصبح. من قلبي عايز يخش. ده احنا بنخاف وانتوا بتتكلموا ندخل الحمام. انت مش مهتم، انا مزنوق، انزف بول على الموكيت، اطلع فوق الليفنج اطرطر على حالي علشان تسكتي. بني ادم بخش الحمام وبيجي لي احتياجات. لا اسمعني، ما انا سامع. هو انا ادريس؟ اعمل ايه؟ خد الموبايل معاك الحمام؟ لا، انا بتكلم يا حبيبتي وانتوا بترغوا. انتوا لما انت لسه صغيره، لسه لما يدخل حد في حياتك هتبقى اخد الموبايل معايا الحمام، يعني بحيث ان، معلش لحظه، لا والنبي لحظه، طبيعه الاصوات المحيطه في مكالمه المفروض انها رومانسيه. ثواني اكمل بس عشان بس اتاكد ان انا فهمتك. انا مش عارف انتوا متحمسات قوي، انتوا متطلقين انتوا الاثنين ولا في ايه؟ انتوا حديث الطلاق يعني. واحد لا لا مالك الصوت ده انت راغر يعني اضحك قوي بس مش كده. انا افتكرتك زعلان مني افتكرت ان في خناقه بدات يعني. واحده يعني. انا بقى بتكلم، سواء بنتكلم في مشروع داخلينه مع بعض كعلاقه، او انا على فكره كنت بتكلم اصلا على العلاقه في البيت، لان انا قلت هو باصص لك وبيسقط. انا بتكلم على الاثنين متجوزين، مش بتكلم عن المشي الحرام، مش بتكلم عن العلاقات المشبوهه. لا، ما انا لازم اجرحك عشان تسكتي شويه لازم اعض معاكي كده. فما ندخل الحمام بالموبايل. ايوه حبيبتي. هنا بنتعامل مع نشاط طبيعي جدا ويومي، ولازم يحصل في اليوم 3 مرات للتخلص من الفضلات، لان دي علميا يا اولاد سموم. فانت كده توكسيك، وتوكسيك لاست عكسي، يعني هتموتيني بالتوكسيك السيلفي بتاعي. ده حاجه خرا قوي حرفيا. فده صعب. فنروح ونبدا بقى مرحله القفز بالمظلات. اذا كنا واحنا رجاله مع بعض بنقعد نفتح السوست والحزمه قدام بقى، اللي هو ايوه كنت بطرطر دلوقتي كده، بنخاف جدا من مرحله القفز بالمظلات. تلاقي الحمامات كلها احنا مش ماسكين الموبايلات، احنا بنحاول نتحكم في الجنود. وفي ناس ما بتسنطرش عشان في وتش ومياه شديده النجاسه هتطلع في حتت ما ينفعش، مش ناقصه يعني في قصه مزعجه جدا بالنسبه لنا. فبنقعد عشان كده لما بتخبط على حد كراجل في الحمام احم، مش لا موجود، مش احم، انت راجل وفاهم. احم دي معناها انا قاعد مش واقف. وعندنا القعاد مسؤوليه، لان احنا بنخاف جدا من هندسه الصوت. الاصوات دي نبقى بنتكلم في موضوع وبنتخانق، مطلوب مني اركز مع ده وسايق معاكي. لو خد الموبايل معاه الحمام هتلاقي المكالمه كلها عباره عن ايه؟
لحد عند مرحله اللي هو راجل مسيطر يعني هيقلب محمد نجم. طب ليه نذل بعض؟ اللي عايز يقوم يقوم. العلاقه لو حد فيها حاسس ان هو مش براحته، في حاجه غلط. كده احنا في الحبس الانفرادي، ولكنه حبس بدون سور، حبس فيه جزم بتدوس على كرامتك، حتى دخلتك للحمام بقت مشكله. احنا ما عندناش مشكله نسمع، بس عندنا مشكله في ان انتوا تتقبلوا ده. زي بالظبط كده المفروض ان الرجاله تتقبل لما الستات تقول لها ان هي بتشتكي من حاجه. لا، في رجاله بتحرمها من حق الشكوى. ايه؟ ست وهتشتكي؟ انت مش اتغديتي؟